طيب، ليش لازم يكون هذا الشخص موجود؟ ليش هذا الموقف لازم يكون موجود بحياتي؟ كتير بنسأل هذا السؤال. بكل بساطة أنا رح جاوب من تجربتي إنه هدول الأشخاص هن موجودين لحتى أنت تتغير. هدول الأشخاص هن موجودين لحتى أنت تتطور. رب العالمين ما بيعمل غير الخير. الله ما بيرسل بحياتنا إلا الخير. على فكرة نحن عايشين كل حياتنا بالخير الظاهر والخير الباطن، ودائما رب العالمين بيعمل المواقف لحتى يفرجيك انه دائما فيه خير، حتى ولو كان الشر فهو الشر بداخله فيه خير. هدول الناس نوجدوا بالحياة لحتى انت تتقدم. اليوم الانسان لحتى يتطور بالوعي تبعه، لحتى يتطور بالحياة، المي الراكدة ما بتعلم الانسان. نفس الشيء انت اليوم لما